سمحوا لي نقول بأنه بالأمس قضينا على ربما أكبر بؤرة كانت هنا على مستوى ولاية تيارت وبلدية تيارت، هي كارمان، اللي راه المشكل تاعها والسوداوية تاعها استمرت أكثر من 30 سنة. واليوم نقدر نقول بأنه طوينا صفحة كارمان إلى الأبد. واليوم كارمان عوض الصورة التي كانت تسوق لكارمان ستسوق صورة أخرى إن شاء الله. بديناها من اليوم، بحيث وضعنا حجر الأساس لمركز التكوين المهني، ووضعنا أيضا حجر الأساس لإنجاز 1000 سكن اجتماعي. ما زالت إن شاء الله 2800 تاع عدل، ما زالت الملاعب، ما زالت الساحات العمومية كلها اللي تكون في كارمان لتغيير وجه كارمان. وأود أن أزف للقاطنين نتاع كارمان أنه اللي عنده حقه ما يضيعلوش حقه، اللي عنده حق ومحصي منذ سنة أو محصي في الفترة الأخيرة ما حقه ما يضيعش. ولكن الانتهازيين اللي دخلوا أملا في فائدة ما هيش مستحقة يأسوا. أما اللي عنده حق وراه مسجل، كان إحصاء في الدائرة، كان إحصاء في البلدية، كان إحصاء في الولاية، هذا بإذن الله لن يضاموا ولن يظلموا. أما الآخرين نتمنى أنه كل ذي حق يأخذ حقه. قلت العملية ما زالت متواصلة، ولم يكن بالإمكان أن أدع هذه المناسبة تمر مرور الكرام دون أن أشكر الذين اشتغلوا في كارمان، لأنه الحاجة اللي ما يعرفوهاش الناس أنه الرجال كانت واقفة البارح في كارمان من الساعة 2 صباحا، رجال ونساء. مدير السكن راه تشوف فيا مليح، قال مش غير رجال، ولكن رجال ونساء كانوا واقفين من الساعة 2 صباحا. فإذ أشكر مصالح الأمن، الأسلاك الأمنية الذين أدوا هذه المهمة بأكبر سلاسة وبأكبر احترافية، أنه ما وقع فيها أي خلل ولم يقع فيها أي خطأ. كما أشكر كذلك الإداريين على رأسهم السيد الأمين العام للولاية، اللي كان رجل الميدان يوم أمس، وقف ثم حتى انتهينا من العملية على الساعة 8 مساء. والسادة المدراء، كل المدراء الذين اشتغلوا في الميدان، ما نقدرش نذكرهم هكا لأنه احنا رانا دايرين لهم احتفالية خاصة إن شاء الله من بعد باش نشكرهم هما ونشكروا كل المؤسسات اللي جابوهم ووقفوا. لكن نشوف مقاول اللي ما عنده حتى دخل وهو يوجه في العمليات ويقول الآلات نتاعو البيل، يقول له انت روح لهيه انت هدم هنا، نحسب فيه إداري. تم بعد كي سقسيت سموه لي، قالوا لي سموه رملي، مؤسسة اللي تخدم مع مديرية الموارد المائية. فنقول هذه البلاد ما زالت بخير، وما زالوا الرجال في هذه البلاد الذين يخافون عنها ويذودون عنها ويدافعون عنها، لأن الدفاع البلاد مش فقط في الأزمات ولكن في مراحل كما هذه. مراحل كما هذه باش تقضي انت على بؤرة في يوم واحد دون حدث يذكر فماهوش من السهل. ليس من باب مدح نفسه يقرأك السلام، ولكن من باب أنه نقول للمحسنين أحسنت. فنقول لكل هؤلاء مشكورون، جزاكم الله عنا كل خير لما قمتم به. قلت بأن الاحتفاليات بالأيام الوطنية الخالدة دعبت بلادنا أن تكون احتفالية وطنية بمعنى الكلمة، وليس فقط بالمعنى الرسمي البروتوكولي، ولكن كيف تكون وطنية بإدخال الفرحة. احنا اليوم كنا في السبعين وين دشنا الغاز الطبيعي وين دشنا الماء، ولو كان نتبعوا البرامج التنموية بالك ما نقعدوش في بيروتنا ساعة، لأنه احنا تعودنا أنه بالنسبة للاحتفاليات الكبرى 5 جويلية وأول نوفمبر تبدأ 15 يوم من قبل. كنا بديناها بفتح الطرقات، كي نذكر مثلا قطاع الأشغال العمومي رانا 23 مشروع سيدشن بين الطرق الولائية والطرق الوطنية وفتح المسالك. اليوم خصصناه هذه اللحظة هذه، خصصناها للسكن لأنه بلادنا جعلت أنه في كل مناسبة إحياء أيام وطنية يكون فيها إدخال الفرحة على العائلة الجزائرية. باختصار وبدون إطالة نعطيكم الأرقام اللي اليوم راهي تقريبا نقول حيناها للحظة. اليوم برك يقول السيد الأمين العام كاين 142 عقد تم تسليمها، فهذه كلها تدخل في البرنامج. عندنا 5286 استفادة بمختلف الصيغ اللي راح نفصلها. عندنا في السكن العمومي الإيجاري 380، في السكن الترقوي المدعم الصيغة الثانية 340، في البناء الريفي اللي دا حصة الأسد 3400. ونذكر أنه بهذه 3400 كانت معطلة أكثر من سنة، ولكن اللجنة اللي تم تشغيلها على مستوى الأمانة العامة بثت في كل هذه الملفات وفصلت فيها. بالنسبة للتحسيسات الاجتماعية عندنا 1000 تحسيس. بالنسبة للترقوي الحر لا بروموسيون ليبر عندنا 84 حصة، وعقود الملكية 492، وما زالت العملية متواصلة.
الناس كامل كانت تستنى في فرندا انه توقع مشاكل. الحمد لله الحمد لله. نقول لكم نعطيكم لو سكوب. بارح درنا لجنه الطعن، تقريبا نقول نحينا واحد فقط. 2 اجلناهم، قلنا لي تعميق التحقيق باش نشوفوا ربما المعلومات الوارده ماهيش صحيحه، باش نزيدوا نتاكدوا منها. نقول بانه الامور راهي تمشي بوتيره موضوعيه، والناس اللي راهي تشوش قول لهم يرحم والديكم نصحبوا جانبا، خليونا نخدموا فقط، خليونا نخدموا. اذا عوجنا قومونا، معليش قومونا بالرأي، ولكن انه الانسان يبدا يدير نفسه وصي على المجتمع ويقول لك انا المجتمع واش نقول للناس. شكون انت؟ شكون اللي اعطاك الوصايه على المجتمع؟ المجتمع عنده اليات، المجتمع عنده منتخبين اللي يمثلوه في مختلف المجالس، المجتمع عنده اداره اللي راهي تتواصل معاه وترافقه وتوصل له الفكره وتوضح. فنتمنى من الناس انه يكونوا واعيين. بلادنا ماهيش محتاجه هذه الشوشره اللي رانا نشوفوا فيها، سواء هنا عندنا في تيرت ولا في ولايات اخرى. بلادنا راهي محتاجه الصدق والمصداقيه، وهذه هي الجزائر الحديثة. يقول شاعر الثوره مفتي زكريا: وعقدنا العزم ان تحيا الجزائر، وبمثل هذا تحيا الجزائر. كل الاحتفائيات الوطنيه دأبت بلادنا على ان تتخطى الجانب البروتوكولي والجانب الرسمي، وتكون مناسبه لإبراز مجهود الدولة في التنمية. الذين وصفوا كل الهبات الإنمائية الجزائرية بالذكاء الاصطناعي فليأتوا اليوم ليروا الذكاء الجمعي والذكاء الرسمي للجزائر هو هنا. فقلت بأنه دأبت بلادنا أن تحيي هذه الأيام بإدخال الفرحة على العائلات الجزائرية، بإدخال الفرحة على المواطنين، ونحن لن نحيد على هذه القاعدة على الأقل في أكبر المناسبات في 5 جويلية وفي أول نوفمبر. ونعد كل المواطنين بأن هذه الاحتفاليات تكون دائما بإدخال الفرحة على العائلات.